العمود اليوناني ما كانش مجرد عنصر شايل سقف، ده كان ترجمة لفلسفة كاملة. اليونانيين حولوا العمود من عنصر إنشائي لنظام هندسي وفلسفي وجمالي، أسسوا قواعد لسه لحد النهاردة العالم ماشي عليها. الإغريق ورثوا فكرة الأعمدة من المصري القديم، بس الفرق إنهم قننوا النسب. الإغريق أول حضارة حولت العمود من شكل حر إلى قانون رياضي ثابت. عملوا أكتر من نوع من أعمدة، أولهم العمود الدوري أو الدوريك، كان أقدم وأقوى الأعمدة بدون قاعدة، كان بيقف على الأرض مباشر، تاج بسيط، الارتفاع بتاعه كان من 4 ل 6 ضعف القطر. العمود الدوري ما كانش مستقيم، كان فيه انحناء بسيط أوي كده في النص عشان العين البشرية ما تشوفوش عيني ضعيف أو مكسور الجناح، وعشان يصحح الرؤية. كان فيه تقريبا حوالي 20 تجويف رأسي بدون فواصل بينهم عشان الضوء يقع عليهم يديلك إحساس كده بالضخامة والقوة. كان أشهر استخداماته في معبد الباراسينون في أثينا. تعرف إن معبد الباراسينون مفهوش ولا عمود مستقيم؟ تاني عمود معانا العمود الأيوني، كان أرفع من العمود الدوري شوية، كان ليه قاعدة واضحة وتاج منحوت عليه لفتين كده شبه الورق. كان الارتفاع بتاعه تقريبا من 8 ل 9 أضعاف القطر. العمود الأيوني اتصمم بنسب أنثوية مش زي العمود الدوري الذكوري. اللفتين اللي في تاج العمود دول ما كانوش زخرفة وخلاص، دي مستوحاة من شكل لفة الورق، وناس تانية بتقول دي مستوحاة من لفة شعر الست، وناس تانية خالص بتقول دي مستوحاة من قرون الكبش. كان أكتر استخداماته كانت في المباني اللي كان فيها طابع ثقافي أو فلسفي. تالت عمود كان العمود الكورنثي، كان أكترهم زخرفة، تاج مليان أوراق الأكانتس. النحات كلالي ماخوس شاف نبتة فوق قبر في مدينة كورنث، استوحى منها شكل التاج بتاع العمود الكورنثي. وناس بتقول إن اسم العمود الكورنثي مستوحى من مدينة كورنث اللي كان فيها القبر. الارتفاع بتاعه كان من 9 ل 10 أضعاف القطر. الإغريق استخدموه قليل، بس اليونانيين حبوه كتير. الإغريق كانوا بيستخدموا العمود كنسبة بين عرض المعبد، المسافة بين الأعمدة. العمود يعني ما كانش عنصر مستقل، العمود جزء من نظام. العمود الإغريقي ما كانش مجرد تاريخ، ده لغة لسه بنستخدمها لحد النهاردة. لو عايز تعرف أكتر على العناصر المعمارية واستخداماتها وأصلها في الحضارات، اعمل لايك وفولو.